السلام عليكم. النهارده انا هعمل كفته بس بطريقه جديده. ده حوالي نص كيلو كفته، نص كيلو لحمه انا اللي فرماه في البيت. ودي بصلايه اهي، انا ما بعصرهاش، بحطها كده. ودي التوابل، ده ملح وفلفل اسود زي ما انا ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. ودي قرفه، يعني دي معلقه كبيره ملح وفلفل اسود، ومعلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره جنزبيل، ومعلقه برد يعني معلقه كبيره بهارات لحمه بحطها بردك ايه عليها، وبقلبهم كده. افضل اقلب فيها لغايه لما تتعجن كلها في بعضيها. ودي بصلايه كبيره عشان هحطها في الصينيه من تحت الكفته. ودي حوالي بطاطسيتين كبار بردك هعملها بردك وهتشوفوها معايا. دي الحله اللي انا هسلق فيها المكرونه، بحط لها حوالي معلقه كبيره ملح عشان المكرونه تتسلق تكون ايه متحيره. دي كده الميه اهي بتغلي، هحط فيها المكرونه كده وهسيبها تتسلق لغايه لما اكمل بقيه الكفته. المكرونه انا بقلبها اهي عشان ما تعجنش كده اهي. وكده انا هرص البطاطس في الصينيه كده. الصينية ما خدتش البطاطس كلها، هرص البصل هخليه بالحلقات بتاعته اهو. كويس، البصلة على قد الصينية اهي. وهصبع انا هرش بردك عليهم شوية ملح وفلفل اسود عشان تبقى متحيقة بس كده. وهقطع عليهم الفلفل، عايزة تحطي عليها فلفل ممكن، مش عايزة براحتك انتي وايه ومزاجك. ده فلفل حامي. توزعيه برضك كده. دي طريقة برضك، دي الاولاد برضك حبوها عندي احسن من لما اعملها كفتة بس كده. دي بياكلوا البطاطس، بيحبوا البطاطس بالطريقة دي. ده كده انا كده خلصت. دي عصاية اللي هو بتاعت الاكل الصيني، انا بصب عليها الكفتة اهي. باخد شوية لحمة اهي، اعملها كده واروح ايه مصبعها عشان يبقى فيها فراغات تستوي كمان ايه من جوه. عايزة تعمليها كبيرة اعمليها، عايزة تعمليها صغيرة انتي ايه براحتك. ادي اهي انا عاملاها كبيرة عشان ممكن تكش اللحمة. ادي اهي اهم حاجة تفرديها كويس عشان متبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة اهي.
ظبطيها بقى كده بايدك كده. الصينيه شكلها النهائي. انا بحط عليها شويه سمنه بس بسيطه كده عشان البطاطس من تحت ما تلزقش اهي، بس كده على النار. واحط لها يعني هسيبها كده لغايه لما تنزل الميه بتاعتها شويه، ولو عايزه ميه ازودها ميه من الكاتل تكون ميه سخنه كده. هغطي عليها وهسيبها ايه لغايه لما ايه تشرب الميه بتاعتها وازودها كده. المكرونه اهي بقى انا بقلبها، لا لسه شويه نخليها. وفي الفتره دي هقطع البصله بتاعت القوطه بتاعتها، وهتشوفوا البصله مع القوطه وانا بخدعها. انا كده هعري على الكفته اشوفها اهي، لقيتها. احط شويه ميه بس صغيرين من الجنب كده، ريحتها تحفه اهي كده اهي. بصوا كده شويه الميه الصغيرين دول تستوي بس كده شويه، وبعد كده هحطها في الفرن كده. انا هحط الزيت اهو، احط شويه تاني بس كده. استنى بس الزيت لما يسخن كده شويه قرب يتقدر. هحط البصلايه اللي انا خرطتها. هي ممكن انتي تعمليها من غير البصله وممكن بالبصله، بس انا شايفه ان البصله بتخلي المكرونه طعمها حلو محليه يعني. اقلب كده في البصله، انا مش عايزاها ان هي تتحرق، لا هي تدبل بس كده او تصفر شويه بسيطه كده. البصله اهي كده. في المرحله دي بقى انا هحط الصلصه كده. التخديعه اهي قربت تتعمل اهي. انا دي التوابل بتاعتها معلقه صغيره شطه، معلقه كبيره ملح وفلفل اسود، ومعلقه صغيره ملح. ادي كده دي الحياء بتاعها، واقلبها كده بس، واسيبها بقى شويه لغايه لما تتسبك قوي. وبردك هوريها لكم عشان ايه احط عليها المكرونه. انا هشوف كده البطاطس لو لقيتها استوت. لا كده البطاطس استوت. انا كده هحط الكفته في الفرن عشان تاخد وش من فوق. وفي الوقت ده انا هحط فحمه على البوتاجاز عشان ايه بعد ما تخرج من الفرن هحطها ايه في الصينيه عشان تدي ريحه الشوي.